السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. دي قناتي، لو اول مرة تشوفيني قناة روبي شانل. يا رب الفيديو عجبكم والقناة تعجبكم، لو عجبتكم ما تبخلوش على بالله والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يوصلك مني اشعار بكل جديد. النهارده الفيديو بتاعنا كيك الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة الخطير الجميل الروعة الموفر الجميل السهل، كل حاجة حلوة. بصوا، اول حاجة هنجيب الخلاط، هنحط كوب وربع من السكر. عايزة بصوا السكر حسب الرغبة، لو بتحبيها معسلة او ممكن تحطي كوب ونص من السكر. انا حطيت كوب وربع من السكر. وبعد كده هنحط باقي المكونات. بصوا هنحط 4 معالق من الكاكاو الخام، كاكاو خام يا جماعة. 4 معالق بما يعادل نص كوب من اللي انا حطيتها دي من الكاكاو الخام. بصوا انا جايبه عادي، انا سالت الراجل قال لي الكيلو بقى ب180 جنيه، حاجه بقت اوفر قوي بصراحه. وحطيت كوب من الزيت وكوب ونص من اللبن. انا طبعا ما كانش عندي لبن يكمل فكملت ميه عادي. ممكن تحطي مثلا كوب من اللبن ونص كوب من الميه على حسب ما انت الحاجه عندك متوفره. انا بصراحه ما كانش متوفر معايا ان انا احط كوب ونص من اللبن او الحليب، فحطيت كوب من اللبن ونص من الميه. وبعد كده هنحط كيس من الفانيليا، فانيليا دريم، دي جميله جدا وريحتها حلوه قوي 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 قوي. بعد كده بقى هنضرب كل المكونات دي مع بعض في الخلاط زي ما انتوا شايفين لحد ما يبقى القوام بتاعنا كده تقيل. دلوقتي بقى خلاص بعد ما ضربت كل المكونات هاخد منها كوبايه من الخليط ده. هاخد كوبايه وخليها كده على جنب عقبال ما نخلص باقي الوصفه بتاعتنا. وصفة سهلة وجميلة وبسيطة، وبجد يا جماعة كيك الشوكولاتة لما بتعمليها بتبقى حلوة قوي 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 قوي. دلوقتي بقى نجيبوا 2 عدد بيضة. في ناس بتحط 4، انا بصراحة مش عارفة ليه، يعني هم كفاية جدا 2 أو 3، بس انا بصراحة بحط 2 عدد من البيض الاحمر عليها. عايزة تحطي بيض بلدي براحتك. خلاص ضربت بقى الخليط ده وجبت بقى المواد الجافة معانا. الدقيق 2 كوب من الدقيق اللي خلته كويس وحطيته، وحطيت رشة ملح. هحط باكو من كيك شيف ده روعة 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 بجد وهم. اخلط كل المكونات كده مع بعضيها اللي هي بقى المكونات الجافة. ننزل بقى بالخليط التاني بتاع المكونات السايلة اللي هو السكر بقى واللبن والزيت والفانيليا، وحطينا 2 عدد بيضة. هنزل بقى بيه كله كده واخلط بقى كله. عايزة تعملي بالمضرب الكهرباء براحتك، عايزة تكملي في الخلاط برضو براحتك. بص بقى القوام ده تحفة 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 بجد. طعمها يعني انا دقتها وهي كده بجد روعة روعة روعة. ولا ريحتها يا جماعة، كانت ريحتها جميلة جدا جدا جدا. بصوا يعني القوام بتاعها حلو، او هو ده القوام الجميل للكيك بتاعنا. هجيب صينيه بايركس، ادهنها بقى بسمنه. انا ما بحبش احط الزيت في الصينيه. ليه بقى؟ قولوا لي. لاني كذا مره عملت بالزيت بصراحه بيحرق لي الكيك، لكن السمنه تحفه. ادهن كل الصينيه كده من الجوانب كلها كده، ادهنها بالسمنه. بس طبعا عشان الجو ساقع السمنه طبعا مجمده ده احنا متجمدين. انزل بقى بخليط الكيك اللي معانا. بصوا جمالها تحفه 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 بجد. كان طعمها وريحتها حاجه فوق الوصف، جميله جدا جدا. جربيها والله العظيم ما هتندمي. طبعا كنت مشغله الفرن وانا شغاله في الكيك. بص يا ابني، مش مستني ان انا اخلصها على درجة حرارة 180 تقريبا. خدت من 35 ل 40 دقيقة في الفرن. طلعة جميلة جدا وريحتها روعة روعة روعة. بصوا بقى انا طبعا ما عنديش خلة اسنان، هعمل بالسكينة كده زي ما انتوا شايفين كده معايا.
بصوا الجمال، بصوا الطعامة بجد كانت جميلة وطرية وحلوة قوي قوي قوي. انا بقى كنت مخبية كده ربع كوباية لبن. حطيت كده على الكيك الشوكولاتة اللي معانا وهي سخنة زي ما انتوا شايفين كده. انتوا شايفين كل حاجة معايا يعني. بصوا الجمال. عجيب بقى الصوص اللي انا خدته، الكوبايه اللي انا خدتها من الخليط بتاعنا. بصوا الجمال، الصوص تحفه بجد، قوامه جميل وريحته تحفه وطعمه روعه روعه روعه. بصوا الجمال، بصوا الطعامه. هنزل بالخليط كله بقى وهفرده على الصينيه كلها زي ما انتوا شايفين كده معايا. بصوا الجمال بجد يا جماعه، موفره وحلوه واحسن بكتير ما تجيبي يعني الكيكه بره الحته ب5 جنيه، وطبعا مش نضيفه ومش حلوه خالص زي اللي انت بتعمليها في البيت، بتبقى احلى واطعم بكتير. بصوا، وبتعملي برضو حاجه حلوه لاولادك، وطبعا بتوفري يعني برضو، ما هي مفيهاش توفير يعني، برضو بنجيبوا حاجات وكل حاجه بس موفره كتير عن بره. بتجيبي حته كيكه الشوكولاته من بره من عند مثلا الحلواني انا مش عارفه بصراحه اسعارها، لكن مثلا لو عندك فرن بيبيع حاجات حلويات وكده بيبيع الحته ب5 جنيه والله العظيم، وناشفه وملهاش اي طعم. خلاص كده. بصوا بقى الجمال، بصوا الطعامه، بصوا العسل، بصوا يعني شكلها والله العظيم. لو عايزه بقى تشكليها بقى بمكسرات عندك، عايزه تحطي جوز هند، انا حطيت جوز هند، عايزه تحطي شوكولاته براحتك. بجد طلعت جميله جدا جدا. يا رب تجربوها وتعجبكم. لو عجبتكم ما تبخلوش عليها باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ويوصلك مني اشعار بكل جديد. وبجد بجد بجد ببقى مبسوطه جدا جدا لما بنزل لكم فيديو بيعجبكم. الكومنتات بتاعتكم بجد بتحفزني ان انا اكمل وان انا استمر. وربنا يخليكم ليا يا رب، وتفضلوا دايما نعمة في حياتي. واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.